ايوا المهم الاخوان جينا في هذا الفيديو هذا غنطلعوا على الصحافه الجزائريه، حيت كثرت الهضره على المغرب مروكو وحلهم هنا. سيدي هنا قالوا لك الاعلام الجزائري والمصري يعترفان بقوه المنتخب المغربي ويرشحوه للفوز على هولندا في الدور 32. مبروك علينا الاخوان بعد التاهل من بعد ذاك الماتش الاخر اللي كان فريمون ما خصهمش يتمركاو دوك الجوج بيوت، ولكن ماشي مشكل ياك، المهم غلبنا والحمد لله. نشوف واش كيقولوا هادو. يعني بجد ماتش هولندا والمغرب ده لو لعبوا بعض المغرب بقى متصدر الستة. يا نهار ابيض يا نهار. فوقاش لاعبين اخوتي الثلاث ياك، الثلاث اللي داروا هنا الثلاثاء 30 يونيو متصدر الستة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بص المغرب راحه فين؟ المغرب راحه على هولندا عادي. يا نهار ابيض. عادي عادي والله. لا 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 والله لا عادي. لا لا والله لا عادي. لا لا ماتش جامد. لا 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 ناري الماتش ديال هولندا خوتي غيكون يابس، كون نيس قاصها صاحبي. ماتش جامد طبعا. ماتش عوتنا مالغري جيراننا دما مسطين وقاعدين كي مي اقسم بالله يعرفوا يلعبوا اخويا. مالغري هايتي شارجتهم في بريمير ميطون مي دوزيام ميطون بين كلش اخويا. كيعجبوني هاد الدراري هادو اللي كيشكروا مثلا المغرب، حتى حنا عاوتاني داروا شي انجاز نشكروهم كمغاربه، وحنا غاديين ونبقاو خوت كما كيقولوا خوا خوا. غير كاينين شي وحدين عاوتاني ما كيبغيوش يبقاو ديك الخوا خوا والو. عندهم هاد الكاليتي دو جوار اخويا، عندهم هاد الكاليتي دو جو. شو قيمتني الغير اني بالقنطه لهنا اقسم بالله. زادوا ربحوا باربعه، والله غير زادوا ربحوا باربعه. روح انت وجيب لي رقاد دوك، انا مانيش قادر نرقد. انا هادو راني حاسدهم، راهم شلقمني الحسد، اقسم بالله راهم شلقمني الحسد. اخو بصح حتى تشلقيبه يشلقمكم الحسد وهكا غتبقاو، والله حتى هكا غتبقاو برا. يا اخي يعني ممكن المغرب تلعب هولندا. ممكن جدا. ده يبقى ايه ده الماتش ده يتفرج عليه فين؟ يعني بجد شو كيبين فيه الحق اخوتي، شو وينيري بجهد ما حق غلاضه صاحبي من وجهه. ماتش هولندا والمغرب ده لو لعبوا بعض المغرب بقى متصدر الستة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بص المغرب راحه فين؟ المغرب راحه على هولندا. عادي. يا نهار ابيض. عادي عادي والله. لا 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 والله لا عادي. لا لا والله لا عادي. لا لا ماتش جامد. لا 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 ماتش جامد طبعا. ماتش جامد يا جماعه. بس عادي. لا لا طيب. بس دابا هادو ما متقبلينش الفكره باننا حنا طايحين مع هولندا ونقدروا نديروا شي مفاجاه. ما فراسهمش هادو بان المغرب الا عقلتو غير في 2022 باش دار ديك المفاجاه فاش وصلت حتى للنصف النهائي وكان احسن مونديال كيدوزوه العرب، وهادو ما حاملينش ريوسهم، بقاو غير كياكلوا في ريوسهم تما يا صاحبي. وصيف الخمسه مع وصيف التاسعه. لا كفايه كده. عامله الماتشات الجامده دي تيجي تلعب بقى تيجي تلعب هولندا قرعه. يعني شوف الماتشات الجامده دي ومتصدق، وكان يعني هي 7 نقط والبرازيل 7 نقط صح. الاثنين 7 نقط وتلعب هولندا. لا وعاملين ماتشات حلوه صراحه. نعم. صراحه يعني عاملين ماتشات حلوه المغرب صراحه. عشان كده بقول دور الاثنين يعني مصر والمغرب لا يخوك. اقصاء المهزوم دي. تخيلوا اخوتي مصر غلبات غير ماتش واحد وبدات كتقرر راسها مع المغرب. نتحداو شي دوله عربيه ديال الانجاز اللي درنا في 2022. ظلمه انفير طبعا. والله. امبارح كلنا شفنا مباراه المغرب مع هايتي طبعا. وشفنا المغرب عايزه تكسب هتكسب. احنا الريتم معانا، احنا مغلوبين عادي جدا، مفيش مشكله، احنا مغلوبين بس هنكسب. اهم ما يميز المنتخب المغربي يا مهيب بما انك كنت بتتكلم عنه، ان انت وانت قاعد بتتفرج على ماتش المغرب مغلوبين 1-0 كلنا قاعدين. انا شخصيا كنت قاعد امبارح وانا بتفرج متاكد ان المغرب هيجيب الجون الاول ويتعادل ويكسب. نفس الكلام لما دخل فيه الجون الثاني 2-1 احنا كلنا قاعدين المغرب هيكسب 3 ولا 4. هي دي اللي كان صالح بيتكلم عنها، انه ليك شخصيه. منتخب المغرب وهو واقف على الملعب ليه شخصيه، ليه قوه. احنا ما اكتسبناش الشخصيه دي غير الفتره دي. صح. سي الله يرحم لك الوالدين اخويا، وانت بعدا راك كتعترف بان راه اللعابه ديالنا راه داخلين تايقين في ريوسهم، ماشي بحالكم داخلين مرعودين. واحد الجزائري بدا كيطلع علينا، بقى كيطلع على المغرب فاش مركات علينا هايتي ونساو 3-0 اللي حشا فيهم ميسي، كيغوتوا للرب العالي. لو بص في المعنويات عمل ايه المدرب المغرب، عمل ايه؟ بيسالوه امبارح يا مهيب انت يعني المدرب اللي قبلك وصل وليد الركراكي وصل للدور قبل النهائي، انت هتعمل ايه؟ قال لهم لا انا ما بفكرش في الدور قبل النهائي، انا عايز العب نهائي كاس عالم او عايز اخد كاس عالم. يستحق على فكره. او على فكره ما انا بقول لك شكله كده يستحق. انا قصدي اقول لك ايه، انه فاهم لانه هو ده خد كاس عالم اللي هو اللي كان بيتكلم عليه حماده، ان هو هو واخد كاس عالم شباب. واخد كاس عالم الشباب. قصدي اسلام ده فريق متكامل في كل الخطوط. وعملوا ايه؟ طلعوه اتفضل. فهو فكره
انا عايز اخد كاس عالم. دابا خوتي راه اليوم الناس فين كنصور هذا الفيديو هذا لعبه الجزائر. اليوم يا حبكم غتشدوا الطائره ترجعوا لبلادكم وبداو تفرجوا عاد في المغرب غادي كتأهل. وان شاء الله اخوتي والله الا كنتمناو نربحوا باش نفقسوا العديان. بص بيفكر فين. انا متاكد مليون في الميه ان كابتن حسام حسن لما بيقف مع محمد صلاح، الحاجات اللي بتجيلنا دي اللي مهيب بيجيبها لنا الحاجات دي، هتلاقيه شويه كده واقف مع محمد صلاح مع مرموش بتاعه، هو بيقول لهم ايه؟ عايزين نوصل النهائي، عايزين نوصل قبل النهائي. دي بس معرفش ثقة طبعا، يعني. بس اللي هو ثقه اللي هو بيكسب هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. زي ما انت بتتكلم على واحد لسه كسبان اول. مصر اخوتي راه حتى هي تأهلات بطبيعه الحال، وحنا كاملين الفرق العربيه بغينا لهم الخير واخا هما ما بغاو الناس الخير، وحنايا هكا دايرين في قلوبنا كمغاربه. واحد السائحه جزائريه في قلب مراكش قالت لهم غادي نشجع المنتخب المغربي. المهم شوفوا الريل ديالها. معكم كاب مراكش بكره علاش حتى حنا نشفقوا. راني جزائريه بصح نسبورتي المغرب. العز العز المغرب ديما مغرب. تحياتي لك. حتى حنا غادي نشجعوكم بطبيعه الحال الا تاهلتوا. واخا والله اخوتي انا بعدا راه الا شفتوني كنطلع والله الا غير كنضحك. هما راه اي واحد كتبغي ليه الخير من الدول العربيه ديالنا بطبيعه الحال. ها هو اخوتي الوال ديالنا حاشاك. الجزائريين كيقلبوا على السبب بعد الخسارات. القجع هو السبب وهو اللي جاب ميسي. ياك اخويا ياك كلشي لصقتو في القجع. وقيلا هو كاع اللي حاكم ميريكان صافي هو اللي كيغشكم تما، هو اللي حاكم. الله ينعل اللي ما يحشم. كيهربوا لي انا هاد النوع هذا وحق الله. هذه مؤامره يا اخو مغربيه فرار. ايوا هذه مؤامره يا اخو والله. كان هكذا فاش نحصلوا هذوك اخوتي والله باش نتفاهموا برك على حاجه عليك باش نتفاهموا. ما عارفين نفعقوا لهم غير مؤامره. القجع هو السبب، جاب لهم ميسي باش يعطيهم 3-0. تقبهم صراحه عجبني فيهم ميسي، ولكن حنا كيعجبنا هاد الطليعه ديالهم هكا باش حنا نجيو نديروا الرياكت ونضحكوا عليهم. البكايه الاخرين ما كفاتوش ديك القرعه اللي خدانو على حاجه اخو نتابعوا على سبه ونمشيو بها يا اخو فاهم. هذه هي يا اخو. يا رجلي يا روح. السبب الاول زيزان. السبب الاول زيزانك فاهم. سبب واقولها غير مزيان قبح الله وسعيك. زيزان ناري عليك الاخ صاحبي. ونفس العقل الجزائريين نفس العقل الا من رحم ربك كما كنقولوا حنايا ديما. ثاني الرطوبه. سبب ثاني الرطوبه يا اخو. الرطوبه كيفاش الرطوبه؟ هو الرطوبه عند المغرب والمصريين اللي تاهلوا. ما تقول لياش ما عارفينش تلعبوا كره غتكمش. سبب ثالث القجع. يا رجلي ها هو القجع. خير وحده فيهم ونبداو فيها يا اخو. فهمتي ميسي ماركنا 3. بقول لي ميسي مقود كاع خوتي والله العظيم. سير هو غتقود يا غتقود. اخو مغربيه صار. ايوا هذه مؤامره يا اخو والله. هو عاود على راسك ديك المؤامره ديال كلها كتسبوها غير في المؤامره. اتفقوا عليكم كلشي متفق عليكم. الدول كاملين جايه ضدكم نتوما. واخ الاعلام الجزائري قرب البلاطو المغرب اليوم يقدم شيء ويقول لك عندنا منتخب. عندهم المنتخب ديال الله يحسن العوان يجيو يلعبوا مع ديور جداد يتغلبوا. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا خوتي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك ابوني شي كومونتير زوين. تشوفوا الفيديو الجاي. تهلاو.